السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. بصوا بقى يا حبايبي، بما اننا في اخر الشهر لا تقولي لي لحمة ولا تقولي لي فراخ. انا جايبة اكلة بسيطة جدا وفي نفس الوقت بصراحة الاكلة دي بتأكل. انا جايبة يا حبايبي النهاردة كيلو الا ربع بتنجان، قشرته وقطعته حلقات، وجايبة نص طماطم مقطعها صغير، وجايبة راس ثوم كبيرة مقطعاها حلقات، وجايبه فلفل حامي، ده اللي غاوي الحامي، مش غاويه حامي هاتيه بارد، وجايبه زي بطاطستين كبار كده مقطعاهم صوابع، بس صوابع مش تخينه، وجايبه ملح ولو في حبه شطه ماشي، وجايبه معلقه صلصه. بص يا حبايبي، الاكله دي بجد بجد تحفه وبتاكل. هنصلي على الرسول سوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي يا ست الكل، انا جبت هنا طاسه حطيتها على النار وحطيت فيها زيت، سبته لما سخن كده، رحت نازله بالبطاطس عليه. هنا البطاطس يا حبيبه قلبي انا مش عايزاها تتحمر، انا عايزاها بس يا دوبك كده تمسك نفسها في الطاسه، يعني ما تزيدش عن 10 دقايق. بصي يعني انا عايزاها كده، مش عايزه اكتر من كده. انا هبتدي اطلعها اهو، اطلعها في طبق. زي ما انت شايفه كده، انا مش عايزاها اكتر من كده. وبعد ما اخلص نشلها من الطاسه هنزل بقى بالبتنجان. هكون محضره حله، الحله دي هنزل فيها بحبه زيت. طبعا هجيب التوم اللي انا مخرطاه، ويا ريت تكتري التوم في الاكله دي. التوم هنا بيدي طعم للاكله البتنجان، بيخليه تحفه. طبعا هديله تشويحه كده، وبرضك مش هغمقه قوي، يا دوبك كده انا عايزاه يصفر. ريحه التومه وهي على النار تحفه. بعد كده هنزل عليها بمعلقه الصلصه. معلقه الصلصه هنا بتدي حمار للاكله، يعني لو الطماطم مش حمرا قوي او كده، تديها معلقه الصلصه كده في التومه، وتشوحيها تشويحتين زي ما انت شايفه كده. تمام يا قلبي، تشويحتين بس كده. هكون محضره الطماطم، هنزل بيها. في ناس بتضرب الطماطم كلها، لا انا هنا بقطع الطماطم بصراحه، انا بحبها متقطعه في البتنجان. وهنزل عليها بزي نص معلقه ملح، وهنا الملح بردك حسب رغبتك، بتحبيه حادق شويه بتحبيه عادب شويه، حسب بردك ما انتي هتدوقي وتشوفي. هنا خلاص الطماطم تعتبر اتسبكت، هنزل عليها بكوبايه الا ربع ميه. وهنا لما تيجي تحطي البتنجان حسيتي ان انتي محتاجه، مفيش مانع ان انتي تحطي حبه ميه كمان. وبعد كده انا هسيبها بقى تغلي على النار، بس هقول لكم تكه تعملوها، التكه دي بتدي مزازه في البتنجان، تحط لها معلقتين خل. وبعد كده هتجيبي الطاسه، هتنزلي بالفلفل اللي احنا مقطعينه. الله 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 على الاكل الحرش الجميل، هو ده الاكل اللي ياكل ويشبع. هندي فلفل تشويحتين كده. بعد كده خلاص هنزل بقى بالبتنجان اللي انا حمرته، وعليه الفلفل، وعليه البطاطس، وياخد بس انا عايزاه يتغطس في الصلصة، وياخد بس غلوة مش اكتر من كده. بصي منظر بتنجان عامل ازاي. وده يا حبيبتي بعد ما غرفته، بعد ما هدى كده وغرفته. بصوا الجمال، الف هنا وشفا يا حبيبة قلبي على بدنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.